جيهان صوتي حق رئيسة جمعية مملكة الفنون. مرحبا بكم معنا في معرض رمضانية مملكة الفنون الدورة الثالثة ديالو في لو سونتر جلوبال ار. هما اون فرانشيز ماليزيان اللي كاينين مقرات ديالهم بمدينة المحمدية وكذلك مدينة الدار البيضاء، وهما كيخدموا باغمي لي زاتوليي ارتستيك مع الوليدات وحتى لي زادولت تبارك الله. بالنسبة لهذا المعرض مشاركين فيه عدة فنانين مغاربة من طنجة حتى القويرة تبارك الله، بدي ستيل واعمال نمطيه عندهم. كل واحد يعني كاين الفيغوراتيف، كاين لابستري، كاينين عديد من المدارس اللي كنتمنى جميع ان شاء الله الناس يجيو يزورونا في مركز جلوبال ار كازابلانكا. مرحبا بكم. هذه الدورة تميزات بفنانة وفنانات اللي كيخدموا على أنماط جديدة، دي ستيل جدادين من بعد جائحة كوفيد. يعني كنشوفوا اللي كان عنده شي ستيل من قبل كان كيخدم به دي توش ديالو، لي زاتوليي ديالهم كيبان لك من لوفر ديالهم انه خرجوا من ايقاعات جديده والوان جديده و اون باليت اون نوفيل باليت كيف ما كنقولوا. السلام عليكم. هناء ميكو، فنانة تشكيليه وكاتبه وشاعره من مدينه الدار البيضاء. شاركت في هذا المعرض بدعوة من السيدة صوت الحق جيهان، رئيسة جمعية مملكة الفنون، بتعاون مع لا فرانشيز ماليزيان دون جلوبال ارت في هذا الفضاء الرائع. شاركت بلوحتين، لوحة أسميتها مغامرة امرأة، ولوحة أخرى أسميتها أو سوي دو لام، على عتبة الروح. هذه المشاركة جات من بعد واحد الانقطاع كبير، سورتو من بعد كوفيد، وهي فرصة جمعتنا باش نتمكنوا من التواصل مع إخواننا الفنانين والتشارك وتبادل الرؤى والمعارف، وأيضا إذكاء روح الثقافة مع الشباب الزوار، وترسيخ المبادئ السامحة للفن. وهذا أظنه مبدأ جميل ورائع يتماشى مع الكتاب الذي أو الديوان الذي ألفته، اللي هو على عتبة الروح. بالموازاة مع مشاركتي الفنية بلوحتين، أيضا هناك لقاء ثقافي لإمضاء ديواني الأول على عتبة الروح، وهو ديوان جاء بإلحاح من روحي لمحاولة الرجوع إلى الذات بكل ما فيها من قيم سمحة ومن تلقائية وفطرة واحتياج الملح لهذه الأشياء باش نتمكنوا من العيش بالطريقة اللي ترضينا. لأن الإنسانية مؤخرا، حقيقة أقول الإنسانية مؤخرا سواء في بلادي سواء في العالم، تمر من تحولات جد كبيرة. نلاحظ أن هناك كثرة الحروب، كثرة الأوبئة، سورتو من بعد جائحة كوفيد. هناك العنصرية، هناك التنمر، يعني السطحيات ولات طاغية، وخصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا من خلال هذا الديوان أنا تنحاول التصالح مع الذات والرجوع إلى الذات لمحاولة البقاء بطريقة ترضينا. VS, le Japon, qui est un pays auquel je suis très liée parce que j'y ai été plusieurs fois et qui fait des avis. اللي تاهما عندهم لو كيمونو، تاهما كتعندهم لي تراديسيون ديالهم كيرسومبل ديالنا، تاهما عندهم لي تيشو كي سو فوند تري شير، مصاوبين تاهما تقريبا دي تروك دو فالور، دي فيل دور، دي imprimés, etc. Et donc j'ai fini avec la ressemblance de la culture Waha, c'est des cultures très différentes mais qui sont semblables à plusieurs niveaux. Et donc je voulais mettre ça artistiquement sur des toiles. Voilà, ça a donné ça.